مساء النور، مساء الفل والياسمين لكل متتبعات ومتتبعي قناتي الأوفياء. اليوم إن شاء الله فيديو جديد اللي كنت تكلمت عليه في الفيديو السابق، وهو الرفيسة بديك البيبية اللي قلت لكم جاب لي راجلي. إن شاء الله غندير بها واحد الرفيسة، قلت علاش لا ما نشاركهاش معاكم. نتمنى الفيديو يعجبكم وتتبعوه حتى الاخير. لاول مره كيزور قناتي فعل الجرس من اجل ان يصله كل جديد، ولايك البنات، وطبعا التعاليق، وشكرا لكل كل كلمه قلتوها زوينه في التعاليق الاخيره في الفيديوهات الاخيره. شكرا بزاف ليكم. بالنسبه للرفيسه اليوم درتها بلديه، بلا زواق بلا حتى شي حاجه. وصراحه هاد البلديه راها كتجي روعه، كتجي لذيذه، فيها حقها من كل حاجه. بالنسبه لداك الدجاج اللحم، راكم شفتوني كنت غسلته بالحامض وسكنجبير والخل، خليته حتى ترقد، حتى ساليت ليه وغسلته حيدته. كنت درتو في الثلاجه. اليوم الصباح نضت وجبدته. بالنسبه للقوام غادي ندير الابزار، غندير سكنجبير، الكركم والملح، وواحد دروس ديال الثوم اللي قطعتهم بهذه الطريقه هذه. هنا فقط غادي غير نرقد وغادي نخليهم. هنايا راه حتى ساليت، حتى درتو كيترقد، وتفكرت المساخن، درت واحد المعلقه كبيره ديال المساخن رقدت بهم. وكيشفتوا القوام راني درت معلقات هكا كبار، بحكم الكميه غتكون شويه كثيره. درت قعقله، واحد الحبات ديال قعقله والقرفه عواد وورقه ديال سيدنا موسى. درت معلقه كبيره ديال السمن، ودرت البصله غير وحده، مازال غنزيد البصله، انا غير كنرقد دابا. وغادي نضيف واحد الكاس ديال زيت الزيتون هكا ما عامرش. بالنسبه لهاد البيبي، انا البنات راه كيطلق شويه ديال الليدام، درت السمن ودرت هذا، راه ما تنقويش الزيت باش نقدو ناكلوها. راكم عارفين الحاجه اللي كتكون ميدمه الرفيسه ما كتبغيش داك الليدام بزاف، مازال هكا السمن زيت العود راه مزيان. صافي خليت الدجاج رقدته مزيان وخليته واحد المده نصبو. هنايا كنت غادي نعجن معاكم. بالنسبه لعجينتي انا ديال الرفيسه، كندير هنا دايره كيلونس ديال الفورز مع نص كيلو ديال الفينو، نص كيلو ديال الفينو. كندير دويمه ديال زعفران البنات، راها كتجي لذيذه. الورقه ديال المسمن كتجي هكا مذهبه، وكتجي حتى في اللذه كتجي لذيذه. غادي نعجن فقط بالماء بارد والقليل كيف قلت لكم. درت الملحه صافي، وغندير الماء بارد باش غنجمع هاد العجينه. صافي غادي نجمع العجينه وغادي نخليها ترتاح، وغادي ندوز للطنجره اللي كنت درتها قليتها. دابا غادي نزيد ليها الروا فاش غيطيب ليا اللحم. بالنسبه للبنات اللحم راكم عارفين البيبي راه كيهز شويه الطياب، ما غاديش نرمي معاه العدس دابا. غادي نخليه حتى نحس بيه يدخلوا الطياب، غيبقى ليا فقط القياس اللي غادي يطيب ليا فيه العدس ويتقاد ليا الروا. هنا العجينه شوفوا كنلقاها ولات صافي طايعه مزيانه. غادي ندهنها بالقليل من الزيت، حيت راه ما كنتش دايره ليها الزيت. غادي ندهنها بالزيت، وغادي ندير منها كويرات، وغادي نخليها حتى ترخف المره الثانيه باش نبدا نقرص. هنا البنات كيف تشوفوا راني درت الحلبه. هما ما كيبغوش ياكلوا الحلبه، ولكن انا ضروري كنسلقها تناخذ الماء ديالها وتنديرو. هنا البنات حسيت باللحم دخلو هكا شويه طياب، غادي ندير العدس، وغادي ندير شويه ديال الفول ماشي بزاف غير شويه، وغادي نزيد البصله. بالنسبه للعدس وهذا فاش فقت الصباح فاش يلاه بديت في هذا الشيء، راني نقيتهم وغسلتهم وخليتهم في الماء مرقدين تقريبا راه شي ساعه ونص ولا ساعتين دابا باش هما مرقدين. بهذه الطريقه فاش كترقدوهم راه دغيا كيطيب، ما كيبقاش هاز لكم الطياب بزاف. هنا كنروي عادي، وغادي نسد على الطنجره ونقص عليها البوطه ونخليها طيب على خاطرها. الحلبه غنخليها مازال تزيد تطلق شويه حتى تطلق مزيان، عاد ناخذ الروا ديالها نضيفو للطنجره.
باش ما نطولش الفيديو البنات، راني ما صورش المراحل كامله، خصوصا وان التسريد راه فايت لي في القناه، حاطه واحد الفيديو كيفاش كان نوجدو. صافي غادي نكملو حتى يطيب. كي شفتوا الورقه راه كتجي شفافه، كتجي رقيقه وكتجي ذهبيه، كتجي صراحه كتجي زوينه. هنا غادي ندوز للمرحله ديال نسقي ونوجد الرفيسه. حطيت الورقه حدايا، حطيت كلشي تقريبا، قاديت لاصوص قاديتو، ضفت ليه الروا ديال الحلبه، خليته كيطبخ. بالنسبه للحم انا فاش دخلوا الطياب راني حيدته البنات، وحيدت معاه شويه ديال الروا خليته، باش منين نبغي ندير نسخنو بهذيك الطريقه، وفي نفس الوقت يزيد يتشرب مزيان، باش ما يبقاش البنات راه اللحم ولا الدجاج ولا اللي كان، الا كنتو غادي تقادوا الروا ديال الرفيسه حاولوا انكم تحيدوه، باش ما تحطوش عليه الروا وعاد عاوتاني تبداو تلدوا من جديد، باش يبقى خايط ديك البنه ديالو. طريقتي البنات انا في التسقيه فايت لي مشاركها معكم، تندير بهذه الطريقه هذه. كندير واحد الصفاي اللي كيخلي ليا العدس وهذا ما تيطيحش ليا في داك الروا، وحتى الورقه كتسقى نقيه، يعني ما كتبقاش داخل فيها داك العدس وهذا. وضروري من هاد راه احسن طريقه لقيتها انا، كنت كندير طبقه بطبقه، ولكن راه احسن طريقه هكا تديري شويه ديال الروا في القصريه، ومن بعد كتحطي واحد الطبقه ديال المسمن، وعاود كتحطي ثاني الروا، كديري طبقه اخرى، وكتبقاي غادا حتى كتكملي الكميه اللي عندك كامله. بهاد الطريقه البنات كتضمني ان الروا تيدخل في المسمن كامل. غادي نبقى مستمره بهاد الطريقه هذه حتى نسقي. بالنسبه للبنات التسقيه انا في الاول فاش كنكون كنسقي الطبقه الاولى مثلا والثانيه، داكشي اللي بقى تنزيدو الوسط، ما كنبقاش نزيد الجناب، صافي الجناب كنخليهم يشربوا بداك شويه الروا، كنبدا نحط الورقه الوسط وكندفع. فاش كندفع كيطلعوا دوك الجناب المسقيين هما اللي كيطلعوا، وهادوك اللي ما مسقيينش الوسط كيبقاو كيحاولوا انكم يدخلوا. وعاد البنات راه فاش كنحطوا اللحم كنعاودوا نسقيو فوق اللحم، دونك راه داك الروا راه غادي يدخل داك المسمن اللي كاين تحت من اللحم، وكيبقى كيتشرب على خاطرو، ماشي بحال الجناب دغيا كينشف، ولا غدراتك غير شي حاجه كتبقى ناشفه. هنا البنات فاش كنكون كنسقي كيف تتشوفوا راه كيتجمع ليا واحد الكميه ديال العدس ديال القوام كامل في داك الصفاي، ما كنخليها، ما نعاودش نلوحها في البرمه، وحتى في التسقيه كتجيني مزيانه. ملي كنحط اللحم وكنقادو كنحطها هي من فوق منه. وهنا غادي نبقى مستمره حتى نسقي هاد الرفيسه كامله. بالنسبه للروا اللي انا سخنت فيها البنات، اللي سخنت فيه اللحم هذاك هو اللي غادي نضيف من الفوق، وغادي نحطو في واحد الزليفات في الجناب اللي خصو الروا راه كيزيدو. وكيف تتشوفوا الفيديو شارف على النهايه ديالو. الرفيسه كتجي بهذا الشكل هذا معلكه لذيذه، صراحه جات لذيذه بزاف، ما شهيتكم فيها، واللي كتوحم تسمح ليا والله القسم. الفيديو شارف على النهايه ديالو، نتمنى تشوفوه وانتم في احلى واسعد الاوقات يا ربي، والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.